السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كما وعدتكم في سلسله رمضان ان شاء الله، اليوم غادي نوجد لكم البليغات بالزنجلان. كيجيو بنان واعرين، اللوغو تاعهم بحال النوغه تاع الزنجلان. ولهاد البليغات غادي نحتاج عندي هنا كيلو د الزنجلان وكيلو طحين الفرص. ديما الزنجلان كيكون قد طحين الفرص في الكميه. اللي هاد الكميه كثيره يقدر يدير غير ربعه زنجلان والربعه تاع الطحين. هنا عندي 4 المعالق تاع الزيت، 8 المعالق تاع الزبده مذوبه. هنا عندي قبيصه تاع الملح، واحد خماره تاع الحلوه من فئه 8 غرام. عندي هنا 2 معالق تاع النافع صغار، 2 معالق تاع القرفه مدقوقه، و3 تاع صفر البيض. وباش نجمعوا هاد العجينه غادي نحتاج ماء الزهر. انا عندي هنا الماء، وكما قلت لكم انا كنستعمل هاد الروح تاع الزهر. غادي نخلطو مع الماء وغادي نعجن به هذا العجين. كما كتشوفوا العجين خصها تكون بحال هكا، تكون قاصحه باش ملي نجيو نشكلوا البليغات ديالنا ما بقاوش يديفورماو لنا كما قرصناهم، يبقاو محافظين على الشكل ديالهم وكيجيو مقرمشين. الا كانت العجينه شاده في راسها وقاصحه كيجيو مقرمشين وشادين في راسهم. كما كتشوفوا غادي نسرحهم وغادي نستعمل شويه تاع الطحين القليل فقط، وغادي نستمر هكا. وغناخذ واحد الطابع اللي يكون مدور، يكون متوسط على حسب نتوما الحجم اللي بغيتو. اللي بغيتوهم كبار تقدروا تستعملوا الطابع يكون كبر من هذا شويه. انا كنكتفي بهذا حيت ما كيعجبونيش كبار بزاف. كما كتشوفوا هاد الطوابع هادو راه متوفرين عند باعة مستلزمات الحلويات. هادو ب5 بهم كيديروا 10 دراهم. هذا مكان مهم كنطبعوا بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كنجمعوه كناخذ الدائره ونقرصوها، نحاولوا نجيبوا القصه في الوسط كما كتشوفوا، وكنقرصوا مزيان باش ما تشلش لينا في الزيت. وغادي نكمل انا الخدمه تاعي بهذا الشكل هذا. ودابا ندوز مرحله القلي، غادي نوضعهم يتقلاو في زيت تكون ساخنه. وملي يلا توضعوهم حاولوا انكم ما تقيسوهمش تيشدوا في راسهم شويه، عاد تما كتبداو التحراك وبدا تقلبوا فيهم. هذا مكان تيبانوا لكم بدا اللون تاعهم كيولي قهوي شويه بني شويه. ومن بعد غادي نحيدوهم ونستقطروهم مزيان من الزيت، وغادي نوضعوهم في العسل. ودابا هنزولوهم من العسل. من بعد ما ارتاحوا شويه في العسل وتشربوا شويه غادي نحيدهم ونوضعوهم يستقطروا. فاش يستقطروا شويه غادي نستفهم في الطبسيل او البواطه اللي فاش غادي تحتفظوا بهم. وغادي يكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتشوفوا. كنتمنى يكونوا نال اعجابكم وجربوهم، ما تجيش تندموا. يلا تهلاو في راسكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، ومبروك عواشركم.